علشان تقدر تشتغل مع زمايلك بشكل فعال لازم تبقى عارف ايه هي الكور فاليوز بتاعتك. مساء الفل. لما الحاجات اللي انت بتعملها والطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع الناس تكون متطابقه مع الكور فاليوز بتاعتك، الحياه بتكون بالنسبه لك سهله ومريحه بشكل كبير جدا، وبتكون انت حاسس برضا وبتبقى مبسوط وانت شغال في الشغلانه بتاعتك. القيم بتمثل الحاجات اللي انت معتقد ان هي بتبقى مهمه ليك، مهمه في المعيشه بتاعتك وفي الشغل، وهي اللي بتخليك تحدد اولوياتك. وفي اغلب الاحيان لما تبقى وظيفتك ما بتتناسبش مع القيم بتاعتك بتحس ان انت مش مرتاح وعاوز تسيب الشغل. حتى لو انت مش عارف مجموعه القيم بتاعتك هتحس ان في حاجه غلط. ريتشارد باريت كاتب ومؤلف انجليزي اسس حاجه وسماها باريت فاليوز سنتر. حدد مجموعه القيم دي زي مثلا السكيورتي، الاستابيليتي، الفاينانشال فريدم، الفاميلي، الريسبكت، الانتجريتي وغيرها كتير. وعن طريق اختبار صغير بيخليك تختار اهم 10 قيم بالنسبه لك، وبعدها تختار اهم 5، وبعدها تختار اهم 3. عاده بيبقى صعب حد يوصل لاهم 3 قيم، ولكن هيبقى كويس جدا لو قدرت توصل لاهم 5 او على الاقل اهم 10 بالنسبه لك. القيم كده كده موجوده سواء انت كنت عارفها او لا، وهي اللي بتتحكم في حياتنا، وهي اللي بتخليك تاخد قرارات بناء عليها. عشان كده مهم ان انت تكون عارفها وبتتعامل على اساسها. لما تيجي تخطط لمستقبلك خطط من خلالها، لان ده هيساعدك تكون راضي بشكل كبير عن الشغل اللي انت شغال فيه. ونشوفكم الحلقه الجايه.